خناقة كبيرة، مين يلحقها؟ يبتدي بقى الإصحاح السادس والسابع لأنهم إصحاحين صغيرين فناخدهم مع بعض النهاردة، وهم بيتكلموا عن 7 شمامسة. شماس منهم بقى هيبقى بطل الإصحاح السابع. في بداية الكنيسة بقى مع الترتيبات حصلت خناقة بين ناس وناس، مين اللي هيوزع البركة، ده فلان ادى فلان وده ما اداهوش، وابتدت تحصل شوية خناقات بين الشعب، ما احنا بني آدمين، على التوزيعات والفلوس. الرسل كالعادة الفلوس تحت الأقدام مش هنهتم بيها، احنا عندنا حاجات أهم نهتم بيها. فقالوا يلا ننتخب 7، ال7 دول يكونوا مشهود ليهم مملوئين من الروح القدس، علشان هم اللي ابتدوا يقسموا ويعملوا كشوفات زي الخدام المسؤولين عن خدمة إخوة ربنا يسوع، يشوفوا مين محتاج ويدوا كل محتاج على قد احتياجه، فيبقى الموضوع ماشي بالعدل. وهنا ابتدى أول طقس رسامة، وهو طقس رسامة ال7 شمامسة، إن هم جابوهم وحطوا عليهم الأيادي ورسموا ال7 شمامسة. ال7 شمامسة كان فيهم شماسين فيهم اختلاف، فيهم استفانوس أول الشهداء اللي هنتكلم عنه، وفيهم نيكولاوس أول المهرطقين اللي اتذكر في سفر الرؤيا واتقال عنه صاحب بدعة نيكولاوس. إيه ده؟ الاتنين من ال7 شمامسة؟ أيوة، رغم إنه اختاروا ال7 شمامسة بعناية، ورغم إن هم كانوا كويسين في الأول، بس اوعى تآمن لنفسك إنك خلاص كده بعيد عن الخطر. طول ما انت جوه بيت ربنا وبتخدم ربنا لازم تبقى يقظ، لألا الذات تاخد مكانها وتفتكر ان انت المعلم، فتبتدي تقول من عندك مش من الروح القدس. خليك زي استفانوس مملوء من الروح القدس. ايه بقى اللي حصل لاستفانوس؟ لما ابتدى استفانوس يتكلم عن ربنا ويحصل كالعادة يبان كده، راحوا اليهود هجموا عليه واخدوه وجروه علشان عايزين يقتلوه. استفانوس بسرعة استرجع الحدث كده، لأنه كان ذكي جدا على فكرة. يرجع لتفسير الآباء يلاقوه كان دارس للفلسفة ومملوء من روح القدس، فقوي جدا ومميز يعني. فركز إنه الأنبياء كلهم اتقتلوا لما شهدوا للحق. ربنا يسوع نفسه لما جه شهد للحق صلب على الصليب، يبقى أنا هيعملوا فيا إيه؟ كده كده حكم الإعدام صادر، بس أنا مش خايف. إيه اللي المفروض أعمله دلوقتي؟ أشهد عن ربنا. وابتدى يدي أحلى عظة لاستفانوس وآخر عظة اتكلم فيها عن الآباء والأنبياء وقال فيها كلام جميل جدا يا ريتنا نقراه في الإصحاح. وفي آخر العظة الحقيقة بص كده للسماء، لقى السماء مفتوحة وشاف العرش وشاف ربنا يسوع وهو في السماء، وابتدى يقول ده بصوت عالي ان انا شايف السماء مفتوحة وشايف ربنا يسوع. اول ما شاف المنظر الجميل ده راح على طول قال يا رب اغفر لهم، مش فاهمين. ايه يا استفانوس ده جبت منين التسامح الرهيب ده؟ مش هتعرف توصل للمستوى ده من الغفران إلا لو بصيت على السماء، فما يهمكش أي حاجة من الأرض، بل بالعكس يبقى قلبك شبه قلب ربنا وتقول له يا رب سامحهم عشان هم مش فاهمين. وجي ثمرة الإصحاح بقى وثمرة اللي استفانوس عمله والوعظة الرائعة، إن في آخر الإصحاح نلاقي بقى أول ذكر لشاول الطرسوسي اللي هو بولس الرسول. بولس الرسول في الوقت ده كانش لسه بولس طبعا، كان قاعد شايف المشهد كله، سمع العظة كلها، بس كان لسه محتد ولسه حاسس انه الكلام ده غلط، بس ما كانش عنده قدرة انه يرجم استفانوس. ففي اخر الاصحاح رجموه يعني يوقفوه في النص ويخبطوه بالحجارة لغاية ما يموت. وهم بقى بيرجموه، الموضوع شوك يعني والدنيا حر، فراح الناس كلها بقى العين اللي هو الجاكيتس واللبس اللي عليهم وحطوها جنب مين؟ جنب شاول. والحقيقة الشاول هنا كان بيعد لأنه يبقى بولس الرسول ب4 حاجات نفتكرهم. أولا إنه كان فريسي، فكان فاهم جدا كل العقائد اليهودية كويس قوي، فيعرف يكلم اليهود. ثانيا كان عارف اللغة اليونانية لأنه كان من ابن يعني كده أكابر زي ما بيقولوا، فكان هيعرف يكلم الأمم لأنه عارف لغتهم. ثالثا سمع العظة بتاعة استفانوس والترتيب بتاعها، وشاف استفانوس زي ما كلهم شافوه وجهه كوجه ملاك، والمنظر فضل مأثر فيه لأني نلاقيه بيتكلم عنه كتير سواء في الأعمال سواء في رسائله. آخر حاجة إنه لما استفانوس شرح منظر السماء، فلما شاول بعد كده بقى نشوفها بالإصحاحات الجاية هيشوف منظر السماء هيفتكر أيوه
ده نفس اللي اسطفانوس قال عليه، فهيتأكد أكتر إنه المسيحية هي الطريق السليم. وبكده ينتهي الإصحاح باستشهاد قديس لكن مولد قديس آخر، وهكذا تدوم الكنيسة. حتى لو في ناس سبقونا على السماء وقدموا أرواحهم لأجل ربنا، في ناس تانية بتتولد علشان تشهد لربنا.